لو محتارة تعملي ايه سهل وبسيط وطعم يجنن، الفيديو ده ليكي النهاردة. هنعمل صينية بطاطس بالفراخ بطريقة تخلي الكل يطلبها منك تاني. ومش بس كده، ويا سلام على الرز مع صينية البطاطس التحفة دي. ومعايا بقى فرخة زي ما حضراتكم شايفين كده، غسلها كويس اوي، مصفياها ومقطعاها بالشكل ده. وبعد كده معايا الخطوة اللي جاية، معايا هنا بصلاية بشراها ومعايا طماطمية بشراها. تمام. الخطوة اللي جاية معايا بقى التوابل، معايا بابريكا، بصل بودر، معايا بهارات فراخ، فلفل، ملح، سكر، بصل بودر، بهارات لحمة، ونزلت بيهم على الطماطماية والبصلاية. تمام. بعد كده معايا دبس رمان، لو متوفر عندك تمام، مش متوفر تقدري تستغني عنه عادي في الوصفة دي، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. بعد كده هقلب كل التوابل دي في قلب البصلاية والطماطماية زي ما حضراتكم شايفين كده. وريحة التوابل طالعة حلوة قوي بجد، التتبيلة دي حلوة. وبعد كده معايا الفرخة زي ما حضراتكم شايفين كده، مقطعاها بالشكل ده. عايزة تعملها سليمة مفيش اي مشكلة، انا جرستها بالسكينة دي عشان خاطر تشرب من التتبيلة اللي احنا عاملينها. اهم حاجة عشان واحنا بناكل الفراخ كده نحس بكل طعم فيها كده بطعم التتبيلة التحفة دي. شايفين انا بتبل الفراخ ازاي، كل حتة فيها ما بسيبهاش الا وهي واخدة من التتبيل. تمام يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده بنفضل بقى نعمل كل الكمية اللي معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفين ده. شايفين انا هنا بدخل التتبيلة ازاي تحت الجلد وبغرزها بالسكينة ازاي. الخطوة دي مهمة قوي، بتخلي كمان الفراخ تبقى مستوية معانا كويس قوي، ما يكونش فيها ولا دم في العظم وما يكونش فيها زفارة خالص. تمام. بعد كده هخلص الكمية اللي معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. وانا هنا مقطعة الصدر هنا حتتين، لان انا كان معايا حجم الصدر كان كبير. لو عندك الفرخة مش كبيرة قوي تقدري تخلي الصدر زي ما هو، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. اهم حاجة بس تعملي نفس الخطوات اللي انا بعملها دي عشان تقدري تعملي احلى صينية بطاطس بالفراخ. وبعد كده هسيب التتبيلة في الفرخة لمدة ساعة. ومعايا صينية فاضية زي ما حضراتكم شايفين كده عشان نجهز احلى واجمل صينية بطاطس. معايا هنا كيلو الا ربع من البطاطس مقطعها حلقان بالشكل ده، معايا بصلتين مقطعهم حلقان كده، معايا طماطمية كبيرة بشرها. والتوابل بقى معايا بابريكا، مكعب مرقة، بهارات فراخ، بصل بودر، توم بودر، فلفل، ملح، رشة سكر. تمام. بعد كده ضفتهم على البطاطس وعلى البصل وهقلبهم كلهم كده في قلب بعض تقليبة حلوة كده عشان خاطر البطاطس بتاعتنا تاخد الطعم والريحة الجميلة من التوابل. طبعا الفراخ بتاعتنا هنا انا كنت سايباها في التتبيلة لمدة ساعة، وهنبدأ نرص الفرخة على وش البطاطس بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه ده. تمام. الرص العادي ان احنا نرص رصة حلوة كده عشان تطلع شكلها حلو، عشان لان العين بتاكل قبل البق. تمام. وبعد كده حبايبي بعد ما رصيت الفرخة زي ما حضراتكم شايفين كده، انا هنا شايفين شكل جمالها وشايفين حلاوتها من قبل اساسا ما تستوي. انا معايا هنا كوباية مية هضيفها هنا على الصينية. تمام. هنهز بس كده الصينية عشان خاطر المية تتوزع كويس في قلب الصينية. وهنا معايا حبايتين حبهان هضيفها كده في قلب الصينية. تمام. وبعد كده معايا ورق لوري زي ما حضراتكم شايفين كده، هبدأ اوزعه في الصينية عشان خاطر بيدي ريحة حلوة قوي. تمام. بعد كده هقفل الصينية بتاعتنا بورق ألمونيا كده او غطا عندك، مفيش اي مشكلة لو قد الصينية، عشان خاطر الفراخ بتاعتنا تستوي كويس اوي. وهنبدأ ندخلها الفرن. وكده بعد ما طلعت من الفرن اخدت معايا بالظبط ساعة. يلا بينا بقى عشان نشيل ورق الألمونيا ونشوف الجمال. يا نهار ابيض على الروايح الجميلة، شايفين شكل الفراخ عاملة ازاي. يلا بينا بقى كده يا حبايبي عشان خاطر ندخلها تحت الشواية عشان خاطر تاخد اللون الذهبي. شايفين الجمال كده بعد ما دخلت الفرخة تحت الشواية، شايفين جمالها كده يا حبايبي. احنا وصلنا لنهاية الفيديو، بألف هنا.